مش ملاحظ يا صديقي إن الحياة دلوقتي بقت مليئة بالفوضى. العيال الصغيرة بقوا صايعين وقلة الأدب. معظم البنات بقوا متبرجين وتخلوا عن حياتهم. حتى الشباب انقسموا نصين. نص بقى متخطر ورفع لي السلسلة ورفع الفانيلا وبقى مرميلي في الشارع ليل نهار على الناصية، مفكر إن هو كده واد إيه، واد سوابق وبتاع. معظم الشباب بتاع اليومين دول كل واحد عواجل بقه ولما كام واحد من أمثاله وبقوا مكفيين عن الناصية ليل نهار، تحت مسمى إن أنا راجل جدع، تحت مسمى إن أنا شبح مفيش مني اتنين، محدش يعرف يكلمني ولا يكتر معايا في الكلام. اللي بيكلمني بفرد واحطله على طول. امال انت فاكر ايه؟ انا واد جامد وفائد ومقضي حياتي كلها معارك. بس الحقيقة عكس كده خالص. الحقيقة عكس كده خالص. اولا، الشاب ده مفيهوش كف ولا حمل حوار ولا حمل يتحبس ساعتين في الاسم. ده اول حاجة. تاني حاجة، لما تبص على اهل الولد ده هتلاقي ان اهله ناس محترمين جدا. ابوه شقيان وطافح الكوتة عشان يعلمه هو واخواته. أمه تلاقيها ست محترمة وطيبة وغلبانة، وهو كذلك. الولد ده غالبا بيبقى محترم ليه طالع لأهله، لكن هو اتأثر بكم واحد من على النت وكم واحد من الشارع. كابونجا، عصام صاصة وغيرهم كتير، والأغاني اللي كلنا عارفينها. أنا سفاح وأنا دباح وأنا مقطع بطاقتي وأنا مفيش مني وأنا محدش يقدر عليا. بس انت لو جيت بصيت للحوار بصورة أبعد شوية هتلاقي إن اللي بيقول الكلام ده ذات نفسه ما بيعملوش. يعني مثلا يا جدع، ده عصام صاصة اللي بيقولك أنا وأنا والحديد التانى اتحبس يومين كان هيموت. انت فاهمني؟ هو الناس أو مش عايز أحدد حد شخصيا، لكن كل اللي بيطلع على النت وبيخلي الشباب تتأثر بيه، انت لو بصيت له هتلاقي ان هو عايش عيشة مرفهة جدا. يعني هو مش عايش العيشة اللي مخليك انت تعيشها. هو بيقول كلام مأثرك بيه مخليك انت تترمي في الشارع، وهو عايش في فيلا على قفاك وعلى قفا الناس اللي زيك. ليه؟ لان انت بتتفرج عليه، فلما بتتفرج عليه انت بتجيب له مشاهدات وفيوز وفلوس، بتقعده في فيلا، وهو من كلامه انت بتتأثر بيه وتنزل تترمي انت في الشارع. انت فاهم النقطة جاية ازاي؟ فاهم التوضيح؟ هم عايشين حياة نظيفة ومستريحة على قفاك انت والناس اللي بتسمعه. فهو معيشك في وهم ومضيعك، مخليك تنسى دراستك ومخليك تنسى أكل عيشك وتنزل تقعد في الشارع تحت مسمى انك أدرجي، ان انت في الشارع ليل نهار، ان انت قاطع على المرشدين. ده النص الأول من الشباب، وللأسف للأسف معظم الشباب بقوا كده اليومين دول. تاني نوع هو النوع المتني بقى. يعني خلصنا من السرسجية والبتاع، جه النوع المتني اللي هو الواد الطري اللي صوته أنعم من صوت البنات ده، اللي بيعمل شعره كيرلي ويلبس اوفر سايز ويتصور ببلات الروج. يا جدعان ارحمونا، ارحمونا الله يبارك لكم، احنا تعبنا. انا كشاب من الشباب تعبت من اللي بشوفه كل يوم، وبقيت عايز اهرب من الناس دي. عالم كلها مصطنعة ومفيش حد فيها حقيقي. مفيش ولا واحد عايش حقيقته وطبيعته، كل راسم وش فوق وشه. ازاي يا صديقي نتخلص من الحوار ده؟ والله انا بقيت بهرب من الحوار ده بالعزلة، وبقيت بقلل السوشيال ميديا لأقصى درجة، لأن كل الناس اللي عليها فيك، كله عايش عيشة مش عيشته. والله أنا بقى قمة الراحة بالنسبة لي إن أنا أعمل لنفسي فنجان قهوة كبير وأقعد أفتح اليوتيوب وأتفرج على أي فيلم قديم، فيلم لعادل إمام مثلا. أفلام عادل إمام القديمة روعة بالمناسبة. وبس بقلل الاحتكاك بالعالم الخارجي لحد ما الموضة والترند دول يخلصوا والناس ترجع لطبيعتها تاني. عشان انا والله بتعب جامد لما اجي اتعامل مع عيل عنده 15 16 سنة. ايوه ابني اتخطر يقول لي يا قلب اخوك مش عارف جولة جولة ياض يا خايب ياض يا عبيط يالا، ده انت لسه مفطوم من يومين يالا. وبالنسبة للبنات المتبرجة، بص انا اقول لك كلمة واحدة بس: انت غالية. انت غالية ولحمك غالي وشرفك غالي. فكون ان انت تبيني مفاتنك، تبيني شعرك،
او تلبسي بنطلون ضيق او تبيني رقبتك، فكون ان انت تبقى مرخصة من نفسك عشان تعجبي شوية العيال القلاطيش اللي مرمية على راس شارعكم طول اليوم، تبقى انت رخيصة، لان انت اللي بترخصي نفسك. انت غالية، انت لحمك غالي، فانت عايزة ترخصي من نفسك عشان تعجبي عيل شمام ما يسواش 3 جنيه. انت فاهمة؟ وانت وضميرك، محدش هيأنبك ولا حد هيقولك تلت التلاتة كام، انت اللي هتشيلي شيلتك. انا كواحد منكم بقول لكم ربنا يهديكوا ويهديني ونرجع لطبيعتنا ونعيش حياتنا، وبلاش نتصنع على بعض. كده كده كلنا طينة، الوزير زي الغفير والغني زي الفقير. احنا ضعفاء قوي، احنا بجد ضعفاء. احنا الواحد فينا مش حمل الدور برد عشان يقولك انا وانا بقطع وانا بقى. فاوعى تخلي الشكليات تغرك في الواحد، كلنا ما نسواش حاجة، وكلنا قليلين قوي، وكلنا ناقصين، كلنا عندنا نقص، مفيش ولا واحد على وجه الارض متكامل. وفي النهاية يا قلب اخوك، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وخلي بالك الجديد شديد. مع السلامة.